لو فاكر ان الاغنياء بيزيدوا غنى بسبب المرتب العالي فانت مخدوع. الفرق الحقيقي مش في كام بتكسب، الفرق في معركة مكتومة بتتم جوه محفظتك كل يوم ومن غير ما تحس. الطبقة المتوسطة والفقراء بيمشوا بقانون قاتل اسمه الاستهلاك المبكر. اول ما بيمسك فلوس بيجري يشتري التزامات هو فاكرها اصول، موبايل بالتقسيط او عربية اعلى من امكانياته او خروجه تنسيه حتى تعب الاسبوع. لكن الحقيقة الصدمة، الحاجات دي بتسحب من جيبك فلوس كل شهر بدل ما بتجيب لك فلوس. انت كده بتبني رفاهية على ارض مايلة وبتسجن نفسك جوه ساقية الشغل الاجباري علشان تدفع ثمن الالتزامات دي. الاغنياء بيعملوا العكس تماما. لما بيجي لهم اي دخل بيفرملوا رغبتهم في الشراء وبياخدوا اول 20% منه يوجهوها فورا لشراء اصول، بس اصول بتشغل الفلوس دي وبتطلع ارباح. الصدمة الكبيرة ان معظم الناس فاكرة ان السكن الشخصي او العربية الجديدة تعتبر اصول، لكن في علم المال الحقيقي اي حاجة تطلع فلوس من جيبك كل شهر دي التزام مهما كان شكلها فخم. الفرق بين العقلية الفقيرة والعقلية الغنية بيظهر في اول 5 دقايق بعد استلام المرتب. الفقير بيسأل نفسه يا ترى اقدر اشتري ايه بالفلوس دي، لكن الغني بيسأل الفلوس دي تقدر تجيب لي كام وتشتري لي ايه يولد لي دخل اضافي. لما تشتري الرفاهية قبل ما تبني الاصل انت كده بتعمل حاجة اسمها تأجيل الغنى، بتدفع ثمن المتعة المؤقتة دلوقتي مقابل انك تفضل شغال تحت ضغط لل20 سنة الجاية. الغني مش بيحرم نفسه لكن عنده ترتيب صارم، بيبني الاصل الاول والاصل ده هو اللي بيكسب، والارباح اللي جاية هي اللي بتشتري الساعات والسفريات والعربيات. رفاهيته مدفوعة من ارباح اصوله مش من اصوله ولا عرق مرتبه. الخبر الحلو ان الخروج من المصيادة دي مش محتاج ملايين، محتاج بس تغير في طريقة ادارتك للجنيه اللي بيدخل جيبك من النهاردة. القاعدة الذهبية بتبدأ من هنا. قسم دخلك ل3 اجزاء اول ما تستلمه: 50% مصاريف اساسية، 30% لرفاهيتك بدون تأنيب ضمير، و20% مقدسة ممنوع تلمسها الا لشراء او بناء اصل. لو شفت ان ال20% دي قليلة ومش هتفرق، افتكر ان نقطة المية المتواصلة هي اللي بتشق الصخر. الاستثمار الصغير المنتظم مع عامل الوقت هو اللي بيصنع الثروات الحقيقية. الغنى مش ضربة حظ، الغنى قرار يومي بتسجله بعقلك قبل جيبك. امسك ورقة وقلم النهاردة واكتب التزاماتك واعرف فلوسك بتتصرف فين. ولو عايز تبدأ معانا خطوة بخطوة في رحلة الوعي المالي اشترك في القناة وشوف فيديو الاسبوع اللي فات.